السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، المعارف والأصدقاء والسادة الحضور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المشاهد الرائعة والتي بذل فيها مجهود كبير وخرجوا في هذا الجو، سواء أمطارا طبيعية أو مطر صناعي، ولكن لبسهم في هذا الأحوال كبير عليهم، ولا يستطيعوا برفاهية وبقبول ارتداؤه، فهو لبس ثقيل ويجعل الجو حرا مهما كنتم في هذا الوضع. فعلى أي حال نشاهد هنا شقيق الرجل الذي تم قتله بيد كورتو دوغان في الجزء الثاني من هذا العمل. ونرى هنا بأن محمد الفاتح يقوم بهذه الغزوة، ولكن من جهة الشمال، من جهة غير الجهة المعروفة للأعداء. وهنا كل محبيه وكل كارهيه حتى يقفون صفا واحدا خلفه، وهو ذات بصيرة ويحاول أن يتقدم بجنده ناحية بطنس من مكان يعلم الخصم له بأنه سوف يأتي من هنا، وقد قاموا بمجهود كبير ومجهود عظيم جدا في صعودهم التلال والجبال وهذه المناطق الوعرة الذي لم يتعودوا عليها من قبل. وهنا وهو راكب على فرسه والجيش يتقدم من خلفه بما فيهم الانكشارية والآخرين، فكل الجيوش معه وخلفه ولا يستطيعون التأخر عنه، لأنه له أسلوب رائع في تحفيز جنده على مهاجمة الخصوم وعلى الصبر وعلى تحمل القسوة. وهنا كما نرى بأن فلول أو فئات الجيش وفرقه تخرج من هنا وهناك في ترتيب رائع وجميل، ويصلون هضبة كيد جيارة. هضبة عالية سوف تستنفذ منهم القوة والمجهود في صعودها. وهنا ونرى بأنهم يقومون بهذا الجهد في صعود تلك القلعة، ونرى المثقلات التي يأخذونها معهم، والكل يعمل سواء محارب أو من الشعب، ولكن يظهرون في قوة رائعة وبديعة كما نرى هكذا. وهنا من يسقط منهم يحملوه مجددا، وهذه المظاهر الرائعة كما نراها هكذا.
ومنهم من يقول افسحوا الطريق، وأيها القائد العسكري افسحوا الطريق. لمن تفسح الطريق والكل غرق في هذا الوحل وفي هذا المطر؟ على أي حال نشاهد هذا المجهود الذين بذلوه في تلك المناطق الصعبة. وهنا الممثل يكون عليه قوة احتمال كبرى في هذه المشاهد القاسية على الفنان الرائع المرفه عندما يلبس هذه الملابس ويقوم بمثل هذه المغامرات من حمله الأسلحة وركوبه خيول وتقليده بالسيف وهذه الخوذ الحديدية والدروع، فهذا ثقيل عليه. فهنا المرفه يجرب كيف أن أكل العيش يكلفه تعبا، ويقوم الكومبارس بعبور هذه المناطق مع الممثلين الآخرين الأساسيين. وهنا والبعض منهم يتزلق أو يتزحلق أسفل هذه الهضبة، وما زالوا على أشدهم ويحاولون أن يعبرون هذه الهضاب بالأسلحة، ومنها هذه المدافع التي فككوها وأصبحت هكذا عليهم، وتقع على البعض منهم وتدمي البعض. وتعالوا هنا اسحبوا معي. وفي هذا الجو الماطر وهذا الأحوال، ونرى كيف أنهم يحملون هذه الماسورة العملاقة الخاصة بالمدفع بحبال، وتقطع الحبال. وهذه المشاهد الموحية بقسوة أحوالهم وقوتهم على الاستبسال وعلى عبور هذه المناطق الوعرة، والتي يعلم محمد الفاتح بقسوتها على الجميع. وما زالوا يحملون القطع واحدة بعد الأخرى، ويحاولون أن يعتلوا بها هذه الهضاب. وهنا كما نرى محاولة البعض التسلق، ولكن يتزلق ويعود مجددا ليتسلق. والجميل في هذه الحملة بأنهم أخذوا معهم أبو فاطمة الشيخ، شيخ القبيلة، كي يؤنس وحدتهم القوية بآيات الله وتذكيره بالوعود المقطوعة لهم. وعلى المتخاذلين منهم فهو رجل قوي ويعلم كيف يحاول أن يجعل الكل نشيطا وقوي. وإن شاء الله سوف نلتقي بفيديو آخر من هذا الروائع التي نشاهدها.
فإلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله، وتوكلت عليه سبحانه وتعالى.